طبعا في هاشتاج انتشر في الفترة الأخيرة اسمه جوزوني رضوى الشربيني يا إما قطع شراييني، ومعانا ومعاكم الإعلامية رضوى الشربيني. مساء الموز باللبن يا فندم. ممكن تشرحي لنا باختصار مواصفات فتى أحلامك، أو من الآخر مين اللي يشجط رضوى كده؟ عايزة الراجل يكون قادر أولا. سو كيوت، كلام منطقي، بس أولا الجدرة لله، أما لو تقصدي من ناحية الماديات فاعتبر الكلام مات. بالنسبة بقى لو تقصدي يكون قادر جسمانيا فالعبد لله، ماسك الحديد تناه، مشترك في جيم ميكس، وزي ما انت شايفة عضلة الاسترايسبس في تقدم يعني الحمد لله. بروح الجيم كل يوم اتصور واروح. بس ليه قادر؟ يعني انا شايف الشرط غريب شوية. ليه قادر؟ حضرتك الوحيدة اللي بتثبت لي كل ما ارتفع مستوى الجمال جال مستوى الذكاء. انا اللي بسأل يا استاذة ليه قادر؟ علشان أنا ست قادرة. ايوه، بس الشاعر احمد خالد توفيق كان بيقول ما تحن يا جن، يعني اقصد لو انت قادرة ليه ما بتعفيش؟ عشان العفو عند المقدرة. كل ما هيبقى الراجل قادر كل ما مش هيبص على أخطائي. طب لو هيبص بأدب، اقصد وايه تاني؟ يعني ايه الحياة التانية اللي المفروض تتوفر في شريك حياتك؟ 2، عايزاه راجل قوي. موجود. ايه تاني؟ قوته دي يستعملها معايا مش عليا. ايوه، يعني افتح لك برطمانات يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لازم يكون ناجح. ما اقدرش اتجوز راجل مش ناجح. طب لحظة نشوف قصة النجاح دي. ايه؟ جبت 52%، مش سهلة والله. يكون حنين. لا ما تقوليش، الحنية ملعبي، قلبي بسكوتة بعجوة، باكل المارشميلو وبعمل لي حرحرة. ولازم يبقى شيك كده في نفسه وخفيف كده لا الشياكة ده موضوع نسبي، بس انت يعني كلك نظر.